النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الكحك. يلا بينا نشوف الطريقة والمكونات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة دونيتي لايف. اللي اول مرة يشوف القناة يا ريت يدوس اشتراك ويفعل الجرس وما تنسوش اللايك. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل طريقة الكحك. الكحك هنعمله النهاردة على البارد، مش السخن زي ما احنا متعودين عليه. لا، هنعمل الكحك على البارد، وده ينفع الحاجات القليلة. يعني لو هتعملي كمية قليلة زي مثلا كيلو 2 كيلو 3 نص كيلو. لكن الأعداد الكبيرة أو الكميات الكبيرة لا، يستحسن ان احنا نعملها على السخن عشان تعيش معانا فترة أطول. والنهاردة هنعملها على البارد، طريقة سهلة جدا. و على البارد يعني السمنة بتاعته تبقى باردة مش مغلية زي ما احنا متعودين. وهنضيف مكونات كده حلوة هتديله طعم ومحسنات. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا. هنجيب العجان اللي هنشتغل فيه وهنحط بالنسبة لكيلو الكحك هنحط 650. اسفة، مش كيلو الكحك، كيلو الدقيق او الطحين اللي هنحتاجه. 650 جرام سمنة. شوفي ال 650 انا عاملة بالميزان، فتقريبا ياخد مني كده يعني تقريبا علبة سمنة صغيرة، يعني اللي بتتباع بره ال 700 جرام خدي منها 650. احنا بنقول عليها العلبة الصغيرة كيلو، لكن هي 700 جرام. يعني تقريبا علبة السمنة الصغيرة الموجودة بره، الا حاجة بسيطة، الا 100 جرام او 50. بحط معلقتين كبار سكر بودرة وانخله. واضربهم بالمضرب بتاعنا لغاية ما يبقى القوام معانا كريم. اهو بقى كريمي معانا. نبتدي نضيف باقي المكونات. بعد كده بضيف كيلو الدقيق بتاعنا وبنخله. وبحط باكو بيكنج باودر للكيلو. وبندخله مع الدقيق بتاعنا.
وبحط معلقة صغيرة من ريحة الكحك. بالنسبة للبيكنج باودر، لو هتعملي كيلو دقيق يبقى باكو بيكنج باودر. لو هتعملي نص كيلو مثلا كتجربة يبقى نحط معلقة صغيرة بيكنج باودر، واحط ذرة ملح ومعلقة صغيرة خميرة فورية، وأدوبها في كوباية مية دافية. كوباية يعني 250 ملي من المية الدافية، يعني المج بتاع المية إلا حاجة بسيطة. واضيف باكو كريم شانتيه، ده بيديله طعم حلو قوي، وده عرفته من الشيف فاطمة أبو حاتي، قالت عليه بجد بيدي طعم ونكهة جميلة جدا للكحك بتاعنا. واضيف معلقتين كبار من السمسم المحمص، ونعجن بالمية بتاعتنا، وما زودش عن المية دي علشان ما ينشفش معانا، اللي هي المية بالخميرة. نلم العجينة بتاعتنا ونبسها. شايفين العجينة بتاعتنا ناعمة ازاي حلوة كده؟ يعني الكحك بتاعنا ان شاء الله يطلع زي الفل. وابتدي ابس فيه، ابسه. شايفينه حلو ازاي؟ مرمل كده وجميل. انا هشكل على طول، مش هسيبه يتخمر. طبعا انت بتعمليه الشكل اللي بيعجبك، والحاجة المحشية بتعمليها بشكل معين عشان سواها بيختلف. احنا ده السادة بتاعنا، سواء بالمنقاش او بالرسمة العادية. ونعمل الاشكال اللي احنا حابينها زي ما انتوا بتحبوا تعملوا الشكل اللي انتوا عايزين. وادي اول صينية احنا شكلناها مع بعض. بسيبها نص ساعة بس ترتاح، بعد كده بحطها في الفرن. بحط الاول اسخن الفرن بتاعنا في النص ساعة دي لغاية ما ترتاح الصينية بتاعتنا. المحشي بقى بيتعمل في صينية لوحده، علشان ده بيحتاج تسوية لوحده، يعني على نار عالية، غير اللي احنا هنسويه سادة. محشيه ملبن او عجوة. ونبتدي نساوي الكحك بتاعنا. السادة بسويه على درجة حرارة هادية، نار هادية 160. والمحشي سواء بالعجوة او بالعجمية او بالملبن ده بحشيه على درجة حرارة عالية شوية، يعني 180. ونشوف ان شاء الله بعد ما يستوي معانا. وده شكله بعد ما طلع من الفرن. شايفين اهو شكله مستوي من تحت ومن فوق ومرمل. طبعا هو كده برد، نبتدي بقى نحط له سكر. وده المحشي بعد ما سويناه.
نبتدي نرصه في الطبق ناعم جدا جدا، والرسمة موجودة. ونرش عليه السكر البودرة. وناخد واحدة كده ونقسمها قدامكم. دي محشية، شايفين مفتول ازاي معانا وناعم جدا. بعد كده نبتدي نحفظه في حلة استانلس او ألمونيوم، اي حاجة معدن او حتى علبة، ونغطيه ونطلعه عند التقديم. ممكن نحط له سكر وممكن لا، يعني ممكن تشيليه من غير سكر وتحطي السكر او اول باول، او ممكن تحطي له السكر براحتك. ودي طريقة عمل الكحك على البارد، ان شاء الله تعجبكم. طريقة جميلة جدا ولذيذة جدا وسهلة، اسهل ما تكون. وزي ما قلت دي بتتعمل للكميات القليلة. جربوها ان شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت اشتراك وشير ولايك للقناة. وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.